لو جينا نسأل مهندس معماري إن هو يشرح لنا الاركتكتشر الخاص بمبنى معين أو بتصميمه، هنلاقيه إن هو بدأ يعرض لنا خريطة الموقع وخريطة الأدوار وكذلك مسقط رأسي ومسقط أفقي ورسومات توضيحية كتير جدا بتوصف معمارية المبنى ده. ولكن لو جينا نسأل ديفلوبر إن هو يشرح لنا الاركتكتشر الخاص بسوفت وير سيستم، فعلى النقيض تماما هنلاقي بعض المربعات والبوكسز اللي بينهم خطوط متوصلة ببعض. ومش بس كده، ده احنا كمان هنلاقي أشكال وألوان وخطوط غير مرتبطة ببعض، اسماء غير مفهومه، اختصارات غريبه، مفيش توضيح للتكنولوجيز المستعمله في الاركتكتشر، وكمان مستويات مختلفه من الابستراكشنز او التجريد. وده لان للاسف مفيش طريقه نقدر من خلالها ان احنا نوحد طريقه توصيف او شرح الاركتكتشر الخاصه بالسوفت وير سيستم، لحد ما جه عم سيمون براون وطلع لنا في فكره السي 4 موديل. فتعالوا نشوف مع بعض ايه موضوع السي 4 موديل ده، نتعرف عليه ونشوف اهميته ومميزاته وكمان مثال تطبيقي عليه. وخلونا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ السي 4 موديل او السي 4 دايجرام اتعمل علشان يسهل على فرق تطوير البرمجيات انها تقدر تشرح وتوصف الاركتكتشر الخاص بالسوفت وير سيستمز بشكل واضح، سواء وهم لسه في مرحله التصميم الاوليه او حتى وهم بيعملوا دوكيومنتيشن لكود بيز او سيستمز موجوده. وفكرته ببساطه ان هو بيخليك تعمل خرائط السوفت وير سيستمز بتاعتك بمستوى مختلف من التفاصيل. واقرب مثال ممكن نوصل بيه السي 4 موديل هي تطبيقات الخرائط زي جوجل مابس على سبيل المثال. فكل ما تعمل زوم ان هتبدا تشوف تفاصيل اعمق واكتر كتير، وكل ما تعمل زوم اوت هتبدا تشوف الصوره كامله او الصوره من بره عامله ازاي. فالهدف من السي 4 موديل ان هو يقدر يوصف ويشرح الاركتكتشر الخاص بالسوفت وير سيستمز بمستويات مختلفه من التفاصيل. طب ايه هي مميزات السي 4 موديل وازاي ممكن فعلا نستفيد بيه؟ اول ميزه بيقدمها لنا السي 4 موديل ان هو بيخلينا نمثل الاركتكتشر الخاص بالسوفت وير سيستمز بتاعتنا بطريقه سهله ان اي حد يفهمها وبدون ادنى شك. كلنا عارفين ان الاركتكتشر دايجرامز دي لو معموله بشكل كويس وبشكل سهل فهيسهل من التواصل جوه الفريق، وكمان هيساعد على التواصل بين الفرق المختلفه سواء من ناحيه البرودكت او من ناحيه الانجينيرنج. اما بالنسبه لتاني ميزه فهو بيسهل لاي حد داخل المشروع جديد ان هو يفهمه بسرعه، فبالتالي بيسهل وبيسرع من عمليه الاونبوردنج. فانت لو داخل لمشروع جديد لاول مره وشفت السي 4 موديل تقدر من خلال السي 4 موديل انك تفهم الاركتكتشر بتاع السيستم ده وتعرف تفاصيله بمنتهى البساطه. اما بالنسبه لتالت ميزه بيقدمها السي 4 موديل هو انه بيسهل عمليه مراجعه وتقييم الاركتكتشر الخاصه بالسوفت وير. وعن تجربه شخصيه، لو انت بتعمل ار اف سي لسيستم جديد او حتى بتعمل اعاده تصميم لسيستم اوريدي موجود، لو انت استغليت السي 4 دايجرام او السي 4 موديلز ده هيسهل جدا عمليه المراجعه وعمليه الريفيوز للناس جوه الفريق او حتى بره الفريق، ان هم يبداوا يشوفوا الدنيا عامله ازاي ويبداوا يتناقشوا معاك بسهوله. واللي عايزكم تطلعوا بيه من الفيديو ده هو ان الهدف الاساسي من السي 4 موديل هو ان هو يعلي مستوى النضج والطريقه اللي بنتعامل بيها مع الدايجرامز في السوفت وير اركتكتشر. وده لان مره تانية الهدف منه ان احنا نقدر نوصف ونشرح السوفت وير اركتكتشر بمستويات مختلفه من التفاصيل. طيب جميل جدا، احنا كده عرفنا مع بعض نبذه مختصره عن السي 4 موديل وشفنا اهميته والهدف بتاعه والمميزات اللي بيقدمها. يا ترى بقى إيه هي سر تسميته أو نبدأ نطبّقه إزاي في الsoftware architectures اللي بنبنيها؟ وقبل ما نتكلم عن أي حاجة خاصة بالC4 model خلّونا نشوف دلوقتي مع بعض أمثلة حية لarchitecture diagrams خاصة بsoftware systems علشان نشوف مع بعض الدنيا كانت عاملة إزاي قبل الC4 model وبعد الC4 model. وزي ما أنتم شايفين في الصور كل architecture diagram معمول بشكل مختلف تمامًا، لإن كل واحد بيعمله بطريقته وكل واحد بيعمله بأسلوبه وكل واحد ليه الannotations الخاصة بيه، وده كان الغرض الأساسي إن الC4 model يطلع للنور. وزي ما شبهنا السي 4 موديل بتطبيقات الخرايط، فاحنا علشان نعمل خرايط السوفت وير سيستمز بتاعتنا محتاجين نكون متفقين على مجموعه ثابته من الابستراكشنز اللي نبدا كلنا نتعامل بيها. وفكره السي 4 موديل بكل بساطه ان انا عندي اي سوفت وير سيستمز بيتكون من مجموعه من الكونتينرز، والكونتينرز هنا مش دوكر كونتينر وهنفهم ده كمان شويه، ولكن ممكن تعتبروها تطبيق او قاعده بيانات. وكل كونتينر من الكونتينرز اللي عندي بيتكون من مجموعه من الكومبوننتس، وكل كومبوننت عندي بتتكون من اكشوال كود بيز. فانا كل كومبوننت عندي بتتكون من كود اللي هو ممكن يكون كلاسز او اوبجكتس او انترفيسز وما الى ذلك. فمره تانية السي 4 موديل بيتكون من سوفت وير سيستمز، بعد كده مجموعه من الكونتينرز، بعد كده مجموعه من الكومبوننتس، بعد كده مجموعه من الكود بيز. وفي الاخر في ناس زي المستخدمين بالرولز بتاعتهم المختلفه هم اللي هيبداوا يتعاملوا مع السوفت وير سيستمز اللي احنا بنبنيها. والسي 4 موديل اتسمى بالسي 4 لان هو بيتكون من 4 سي. اول سي هي السيستم كونتكست دايجرام، تاني سي هي الكونتينر دايجرام،
تالت سي هي الكومبوننت دايجرام، ورابع سي هي الكود دايجرام. فزي ما شفنا ان اي سوفت وير سيستم عندي بيتكون من كونتينرز وبعد كده كومبوننتس وبعد كده كود، الفور سيز كذلك اتسموا على نفس النهج. فتعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض كل سي فيهم بتمثل ايه. اول حاجه هي السيستم كونتكست دايجرام، ودي بتكون بدايه كويسه جدا لو انا عايز اعمل دايجرامز او دوكيومنتيشن لاي سوفت وير سيستم انا ببنيه، وكمان بتسمح لنا اننا نشوف الصوره كامله من بره بدون اي تفاصيل. طب ده معناه ايه؟ معناه ان اي سيستم كونتكست دايجرام مفروض يبقى بالبساطه دي هو عباره عن بوكس او مربع في النص، هو ده السوفت وير سيستم اللي انا ببنيه، محاط بشويه مستخدمين من بره هم اللي بيتعاملوا مع السيستم ده، وكمان بعض السيستمز اللي بيتعامل معاها. فالتفاصيل هنا في السيستم كونتكست دايجرام مش مهمه عندي اطلاقا. فزي ما شبهنا بالظبط جوجل مابس او اي تطبيق لخرائط، لو عملنا زوم اوت لبره هنبدا نشوف الصوره كلها من بره بدون اي تفاصيل. فانا غرضي الاساسي في السيستم كونتكست دايجرام ان انا اوضح مين المستخدمين بتوعي اللي هيتعاملوا مع السيستم بتاعي بمختلف الرولز بتاعتهم او المسؤوليات اللي بيقوموا بيها. وده معناه برضو ان انا بغض النظر عن اي تكنولوجيز مستعمله، عن اي لو ليفل ديتيلز، عن اي انترنال امبلمنتيشن، انا مش بركز خالص في المواضيع دي. انا كل تركيزي منصب ان انا عندي السيستم بتاعي في النص محاط بمجموعه من المستخدمين وبعض السيستمز اللي بيتعامل معاها السيستمز بتاعي. تاني سي معانا هي الكونتينر دايجرام. فبعد ما حطينا السوفت وير سيستم بتاعنا كبوكس في النص وقلنا ان ده هيبقى التركيز بتاعنا منصب حوالين المستعملين، تعالوا دلوقتي نعمل زوم ان بقى على البوكس اللي في النص ده. تعالوا نشوف السوفت وير سيستم بتاعنا مكون من كونتينرز عامله ازاي. وزي ما قلنا الكونتينرز هنا مش دوكر كونتينرز، ولكن هي اي تطبيق او اي قاعده بيانات بنستعملها. فعلى سبيل المثال الكونتينر هنا ممكن يبقى سيرفر سايد ويب ابلكيشن، او كلاينت سايد سنجل ابلكيشن، او حتى موبايل ابلكيشن او ديسكتوب ابلكيشن، ممكن يبقى داتابيز، ممكن يبقى فايل سيستم بلاب ستورج زي مثلا امازون اس 3 وما الى ذلك. فهو اي تطبيق او قاعده بيانات. والغرض هنا من الكونتينر دياجرام ان هو يبين لنا الهاي ليفل ديتيلز الخاصه بالسوفت وير اركتكتشر اللي بنبنيه. والهاي ليفل ديتيلز اللي انا اقصدها هنا في الكونتينر دياجرامز شامله ان ازاي المسؤوليات متوزعه بين الكونتينرز وبعضها، الكوميونيكيشن بروتوكولز اللي بيتبعوها عشان كل كونتينر يتواصل مع الثاني لو كان في انتر اكشن بيحصل، التكنولوجي تشويسز او التكنولوجيز المستعمله في كل كونتينر. فانا بوضح على سبيل المثال نوع قاعده البيانات اللي بستعملها، نوع الفريم ورك اللي بعمله في السنجل بيج ابلكيشن وما الى ذلك. وهنا الكونتينر دياجرام هدفه الاساسي ان هو يكون سهل لاي حد تكنيكال ان هو يفهمه. اما بالنسبه لثالث سي معايا فهي الكومبوننت دياجرام. فانا هبدا اعمل زوم ان شويه على كومبوننت من الكومبوننت اللي عندي في السيستم وابدا اشوف اللو ليفل ديتيلز بتاعها. ولكن اللو ليفل ديتيلز هنا برضو بيكون لسه مش على سكيل الكود، ولكن على الموديولز. بمعنى ايه هي الكنترولرز اللي عندي، الاي بي ايز، لو عندي مثلا ادابترز، لو عندي فاسادز مثلا على سبيل المثال، فهي مجموعه من الكلاسز او الانترفيسز او الاوبجكتس اللي عندي مع بعض. فمره ثانيه الغرض من الكومبوننت دايجرام ان انا ادخل لو ليفل ديتيل شويه، ولكن مش لسه على سكيل الكود، ولكن على سكيل الموديولز. اما بالنسبه للرابع سي معايا هي الكود دايجرام. فانا دلوقتي اقدر اعمل زوم ان كمان على كومبوننت من الكومبوننتس اللي عندي على سبيل المثال، وابدا اشوف الامبلمنتيشن بتاعها ككود وايز هو عامل ازاي. فانا هنا بقى ممكن يبقى عندي يو ام ال او كلاس دايجرامز او حتى انتيتي ريليشن شيبس ما بين الكلاسز وبعضها، عشان ابدا اشوف الكود بتاعي اوريدي امبلمنتد ازاي. وطبعا ده حاجه اوبشنال لان معظم الاي دي ايز دلوقتي بيوفروا لك امكانيه انك تعمل اصلا جنريت للكود بيز بتاعك وتشوف اليو ام ال كلاس دايجرامز عامله ازاي. خلونا بقى دلوقتي مع بعض نشوف مثال تطبيقي تاني لسيستم هنبنيه سوا، وليكن لريزرفيشن سيستم. طيب دلوقتي خلونا مع بعض نحاول نعمل سي 4 موديل للهوتيل ريزرفيشن سيستم على سبيل المثال بشكل بسيط جدا وشكل نايف جدا. يعني انا فاتح ميرو لان ميرو اوريدي بيدعم برضو السي 4 دايجرامز، وفي تولز كتيره دلوقتي متاحه برضو بتدعم السي 4 دايجرامز، هسيبها لكم في الديسكربشن فممكن تاخدوا عليها بصه. وكمان هسيب لكم الموقع بتاع السي 4 موديل بتاع سيمون براون، عشان هو حاطط برضو بعض التولز الخاصه بيه اللي ممكن من خلالها تستعملوا السي 4 موديل. وكمان في تفاصيل كتير جدا زي الانوتيشنز، ونتعامل ازاي مع الاسهم، نتعامل ازاي مع المايكرو سيرفيسز وما الى ذلك يعني. بس احنا هناخد مثال بسيط مع بعض. فممكن نيجي هنا على التمبلت ونقول مثلا ان احنا عايزين C4 model diagram، وعندنا هنا C4 architecture. لو عملنا يوز انا اصلا عندي هنا تمبلت جاهزه ممكن استعملها، وبيشرح لنا ايه هو السي 4 دوت، ونفس مثال تقريبا البانكينج سيستم الطبيعي اللي عندنا يعني اللي احنا شفناه ايه مع بعض. طيب خلونا دلوقتي نحاول نفكر مع بعض ممكن مثال بسيط للاوتو ريزرفيشن سيستم يكون بيتكون ازاي. مثلا خلونا ناخد على سبيل المثال السيستم كونتكست دايجرام، كذلك الكونتينر دايجرام. خلونا نمسح بقى ده دلوقتي مش محتاجينه، وممكن نكبر ده مع بعض ونبدأ بقى ايه نفكر سوا. انا
كاوتل ريزرفيشن سيستم خلينا نقول ده السيستم بتاعي، هيبقى زي ما اتفقنا بوكس في النص هو الاوتل ريزرفيشن سيستم او اوتل ريزرفيشن بلاتفورم. الاوتل ريزرفيشن بلاتفورم ده السوفت وير سيستم اللي انا بحاول ابنيه، وممكن نحط هنا ديسكريبشن بيوصف السيستم ده. احنا للوقت مش هنكتب اي حاجه، هنسيبه فاضي، بس يفضل دايما ان يبقى فيه هنا كلام مكتوب، فممكن حتى نسيب الكلام المكتوب ده ديفولت وليكن مفيش اي مشاكل. زي ما اتفقنا في السيستم كونتكست دايجرام، الهدف بتاعي ان انا السيستم بتاعي بيبقى في النص، والتركيز الاساسي بتاعي هو السيرفيسز اللي بيتعامل معاها ومين المستخدمين اللي هيستعملوا السوفت وير سيستم ده. فانا عندي هنا ممكن يبقى عندي كاستمر عادي جدا اللي هو عايز يحجز فندق، وممكن نحط هنا كديسكريبشن ان الكاستمر دوت هو بيحاول ان هو يشوف الريزرفيشنز بتاعته اللي كان حجزها قبل كده، وكذلك ان هو يقدر يعمل ريزرفيشن او يموديفاي ريزرفيشن او انه يكنسل الريزرفيشن. وممكن برضو يكون عندي نوع تاني من المستخدمين الا وهو الكاستمر سيرفيس. فانا ممكن يبقى عندي الكاستمر سبورت، مش كاستمر سيرفيس، ممكن يبقى عندي الكاستمر سبورت، وده برضو هيكون بيرسون، بس دوت هيكون ليه انترنال تولينج خاصه يستعملها علشان يقدر مثلا لو جاله مكالمات يقدر يمانج الريزرفيشنز الخاصه بتاعت الناس. وممكن برضو يكون عندي الشخص المسؤول عن الفندق، فانا مثلا لو عندي اوتل ريزرفيشن سيستم وعايز ان الناس تبدا تحط الاوتيلات بتاعتها، فممكن يبقى عندي زي بورتال او حاجه زي كده. فممكن يبقى عندي هنا مثلا ايه، نقول مثلا البروبرتي اونر، ده البروبرتي اونر ده اللي هيبدا يريجستر الاوتيل بتاعه في السيستم عندي. وزي ما اتفقنا كل واحد من دول بيبقى ليه تايتل، ليه الايدنتيفيكيشن بتاعه، وليه ديسكريبشن خاص بيه. احنا بس عشان الوقت مش هنحط اي بيانات من دي. فدول الثلاثه يوزرز اللي عندي او الثلاثه مستعملين اللي عندي في السيستم بتاعي. تعالوا نحط الاسهم، وبرضو الاسهم المفروض تكون بتعبر عن الحاجات اللي الشخص ده هيعملها. فخلونا نحط السهم ده هنا، وبرضو واحد نحطه هنا، نخليه بالشكل ده. فانا كده بقى عندي، خلونا بقى نوسع الدنيا على بعض شوية، ممكن نحط ده برضو في الناحية دي، ونخلي ده كده بالشكل ده، ونخلي ده برضو الناحية دي بالشكل ده، وممكن بقى ننزل دي شوية كده او نطلع دي شوية، مش هتفرق، وممكن كده بحيث الدنيا تبقى واضحة. طيب يبقى انا عندي في الاوتو ريزرفيشن سيستم حتى الان عندي البلاتفورم بتاعي في النص بيستعملوا 3 يوزرز مختلفين، يا اما كاستمر، يا اما كاستمر سبورت، يا اما البروبرتي اونر، وكل واحد فيهم ليه استعمالات خاصة هيستعملها من خلال البلاتفورم بتاعي. برضو ممكن يبقى عندي ايميل سيرفيس، وليكن مثلا هتبقى امازون ويب سيرفيس عن طريق مثلا سيمبل ايميل سيرفيس، ودوت هيبقى عباره عن سوفت وير سيستم مسؤول ان هو يبعت ايميل او نوتيفيكيشن للكاستمر باي ريزرفيشن هيحجزها او اي كانسليشن او اي ابديت او ايا يكن ايه اللي هيعمله. فزي ما انتم شايفين هنا احنا حطينا التكنولوجي، اي نعم ممكن ما احطهاش هنا في السيستم كونتكست دايجرام لان دوت مش هيبين حاجه، ولكن اختيار التكنولوجي هنا برضو ممكن يبقى مهم لحد نون تكنيكال، ان هو يكون عارف ان انا بتعامل مثلا مع كلاود بروفايدر، ان انا مثلا الايميل سيرفيس دي مش حاجه انترنال عندي في السيستم، ده سيستم خارجي انا بتعامل معاه وعلى الكلاود. فممكن هنا حتى نحط مثلا كلاود بيزد ايميل سيرفيس على سبيل المثال. وزي ما احنا شايفين هنا ان الاسهم لازم يبقى عليها انوتيشن او كتابه بتوضح هي بتعمل ايه. فانا عندي هنا الاوتو ريزرفيشن بلاتفورم هيبعت ايميل باستعمال الامازون ويب سيرفيس اللي هو السمبل ايميل سيرفيس، والسمبل ايميل سيرفيس دي هي اللي هتسند الايميلز للكاستمر. فدايما اتجاه الاسهم هو مفيش قاعده واضحه، بس دايما او يفضل ان اتجاه الاسهم يكون رايح ناحيه الديبندنسي او رايح ناحيه الفلو اللي بيتجه ليه اللوجيك بتاعي. فكده الدنيا تمام. انا عندي 3 نوع من اليوزرز بيستعملوا البلاتفورم بتاعي. البلاتفورم بتاعي بيديبند مثلا على ايميل سيرفيس عشان يبعت نوتيفيكيشن او ايميل للكاستمرز بتوعي، وممكن كمان يكون عندي هنا مثلا بيمنت بروفايدر. ممكن يبقى عندي بيمنت بروفايدر هو عباره عن سوفت وير سيستم هو ده اللي بيمانج من خلاله، ده البيمنت بروفايدر اللي من خلاله بقدر امانج عمليات البيمنت والريفاندز وما الى ذلك. فده ممكن يكون سيمبل سيستم كونتكست دايجرام مثلا لاوتيل ريزرفيشن سيستم فور اوتيل ريزرفيشن سيستم. طبعا احنا كل الكلام ده محتاج يتغير لان هو دوت على التمبلت القديم، بس زي ما اتفقنا احنا الغرض دلوقتي ان احنا نشوف ازاي ممكن نعمل سي 4 موديل، وازاي ان هو سهل جدا، واحنا ممكن بعد كده نبدا نطبقه في المشاريع بتاعتنا ونبدا نطبقه في الشركات بتاعتنا، وهتبقى ثقافه كويسه جدا لو بدانا نطبق دوت في التيمات اللي احنا شغالين فيها.
فكده كسيمبل كونتكست دايجرام انا شايفه جميل جدا. عندي خلاص كاستمر سبورت بروبرتي اونر بيتعاملوا مع البلاتفورم بتاعي بتاع الاوتو ريزرفيشن. عندي تو اكسترنال سيستمز، واحد للبيمنت بروفايدر وواحد للايميل سيرفيس. وده السيمبل كونتكست دايجرام. انا دلوقتي بالشكل اللي شايفه ده، لو اي حد نون تكنيكال جه يشوف الدايجرامز دي او جه يشوف الاركتكتشر ده، هيكون فاهم البلاتفورم بتاعي او السيستم بتاعي بيعمل ايه. فيقدر اي حد نون تكنيكال يكون عارف والله انا عندي 3 اشخاص، الثلاث اشخاص دول بيستعملوا السيستم بتاعي، وانا ببدا ابعت ايميل للكاستمر من خلال اي ريزرفيشن بيعملها او اي موديفيكيشن، وابدا اريتشارج الكاستمر دوت بالفلوس عن طريق بيمنت بروفايدر مثلا. وممكن حدد هنا ايه هو نوع البيمنت بروفايدر وليكن. فحتى لو جينا نعمل زوم اوت كده من بعيد وبصينا على الدياجرام، انا كواحد مش شايف اي حاجه مكتوبه هنا، اقدر بسهوله جدا اشوف ان انا عندي انوتيشن. انا كده عندي 3 يوزرز بيستعملوا السيستم بتاعي، وعندي 2 ديبندنسي او 2 سيستمز بتعامل معاهم. يبقى انا حتى كده من بره، من قبل ما اشوف او اقرا ايه الكلام اللي مكتوب، اقدر اعرف ايه اللي بيحصل في السيستم ده. طيب ده كان السيستم كونتكست دايجرام. زي ما اتفقنا انا ده الصوره الكامله من بره. دلوقتي هنبدا علشان ندخل في الكونتينر دايجرام نعمل ايه، نبدا نعمل زوم ان شويه عشان نبدا نشوف الاوتو ريزرفيشن بلاتفورم من جوه ممكن يكون عامل ازاي. فاحنا اكيد مش هنبنيه كله، بس تعالوا نشوف مثلا عينه ممكن تبقى عامله ازاي. احنا خلاص اتفقنا ان انا هيكون عندي 3 انواع من اليوزر. فانا ممكن يبقى عندي هنا ال بروبرتي اونر بقى زي ما اتفقنا، البروبرتي اونر، وده مش هيكون كاستمر بقى. وهيكون عندي الكاستمر الطبيعي بتاعي، وكمان هيكون عندي هنا الكاستمر سبورت. فانا كده عندي الكاستمر سبورت والكاستمر وبروبرتي اونر. السيستم بتاعي ممكن يبقى واخد نفس النهج دوت عادي جدا. عندي ويب ابلكيشن مثلا زي ما احنا شايفين هنا محددين التكنولوجي ستاك. فانا بقول ان دوت الويب ابلكيشن بتاعي مبني بالجافا والسبرينج ام في سي، عن طريق ان هو بيديليفر مثلا ستاتيك بيجز من جافا سكريبت وانجلر. وعندي موبايل ابلكيشن برضو، ممكن بقى نحط هنا مثلا فلاتر او رياكت مثلا نيتيف او ان يكن، او مثلا نيتيف اي او اس سواء لو الاندرويد او اي او اس، وايا يكن ايه التكنولوجي ستاك اللي احنا نحددها. طبعا ممكن بقى بعد كده نقول والله انا السنجل بيج ابلكيشن والموبايل بيعتمدوا ان هم بيكلموا مثلا الباك اند بتاعي. لا انا هنا ممكن مثلا احط، انا مش هحط الاي بي اي ابلكيشن، ممكن احط اي بي اي جيت واي، لان انا عندي اكتر مثلا من مايكرو سيرفيس. وخلونا نكبر ده شويه. ممكن نقول والله ان الاي بي اي جيت واي دي بقى ممكن تتعامل مع كذا سيستم، مثلا الريزرفيشن باك اند، وده مثلا ممكن يبقى جافا وسبرينج، مثلا سبرينج بوت. ممكن مثلا يبقى عندي الانفنتوري سيرفيس، ممكن بقى نحط مثلا ده هنا قبل الانفنتوري سيرفيس. ممكن يبقى عندي كمان البورتال اللي هو مثلا اوتل، خلينا نخليه بورتال. البورتال ده بقى ممكن يكون بأي تكنولوجي كذلك. البورتال ده هو الباك اند بتاع خلينا نقول بورتال باك اند، عشان هيبقى فيه طبعا فرونت اند. وهيبقى مثلا عندي سيرفيس تانية خاصة مثلا بالانفنتوري سيرفيس، وعندي مثلا payment سيرفيس، وعندي كذلك notification سيرفيس. خلونا الكلام ده طبعا ايه هيكبر مننا، النوتيفيكيشن سيرفيس. وطبعا انا دلوقتي هيبقى عندي الاي بي اي جيت واي اللي بيستقبل الريكوستات. ممكن برضو الاي بي اي جيت واي دوت ياخد الريكوست كذلك من السنجل بيج ابلكيشن. ممكن يبقى انا مثلا عندي برضو سنجل بيج ابلكيشن للبورتال، يبقى مثلا عندي سنجل بيج ابلكيشن. السنجل بيج ابلكيشن دي هتبقى بورتال مثلا، بورتال سنجل بيج ابلكيشن. وعندي ممكن بقى ننزل ده شوية تحت نحطه هنا مثلا. ممكن يبقى انا عندي ده هنا، وممكن برضو يبقى عندي حاجة تانية خاصة بقى بالكاستمر سبورت. ممكن يبقى عندي حاجة خاصة بالكاستمر سبورت، خلينا نقول مثلا ادمن او ايا يكن بقى. خلينا مثلا نسميه باك اوفيس او اي حاجة. ده الباك اوفيس بتاعي، ده الباك اوفيس اللي من خلاله الكاستمر سبورت هيقدر يتعامل معاه. فانا بقى ممكن دلوقتي اخد الكاستمر سبورت اقول والله ان هو هيتعامل مع الباك اوفيس ويب سنجل بيج ابلكيشن مثلا، سنجل بيج ابلكيشن، ونحط له السهم بتاعه. فانا كده حددت
كاستمر سبورت هيتعامل مع الكونتينر دياجرام ازاي، وده بقى ممكن نجيبه هنا، نحط ده هنا وناخد ده بالشكل ده، خلينا نعمله كده، وناخد ده كمان بالشكل ده، ونقول ان انا عندي البروبرتي اونر، ننزله بقى تحت. البروبرتي اونر هو كمان هيتعامل مع البورتال بقى، مش مع الباك اوفيس. والبروبرتي اونر هيبدا من خلال البورتال سنجل بيج ابلكيشن ان هو يريجستر مثلا الاوتيل بتاعه او ايا يكن، وعندي المين كاستمر بتاعي اللي هو بيحجز الحجوزات بتاعتي. وكل ده طبعا ممكن بقى دلوقتي يبدا يروح يعمل اي بي اي كول للجيت واي، وبعد كده الجيت واي تبدا هي تفورورد الريكوست لاي باك اند انا محتاجه. طبعا انا ممكن يبقى عندي داتابيز واحده لكل مايكرو سيرفيس من المايكرو سيرفيس دي، بس احنا مش عايزين نكبر الموضوع. الاوتو ريزرفيشن سيستم طبعا هيبقى حاجه ضخمه جدا، بس احنا قلنا هناخد حاجه فيري سيمبل، واصلا مش حاطين لها ريكويرمنتس عشان نشوف هنبني ايه، بس انا بوريكم الصوره العامه ممكن تبقى عامله ازاي. ممكن بقى طبعا هنا الريزرفيشن مثلا تكون بتتعامل مع البيمنت سيرفيس، فاحنا ممكن نقول مثلا ان انا الارو بتاعي هيبقى بالشكل ده، ان انا عندي الاي بي اي جيت واي، والله ممكن يكلم ريزرفيشن باك اند. الريزرفيشن باك اند هيبدا يكلم مثلا الانفنتوري سيرفيس، بس الاتجاه السهم هيبقى كده، وهيكلم برضو البيمنت سيرفيس عشان يقيشوا البيمنت. وخلونا نكبر ده مثلا شوية كمان عشان يبقى الدنيا واضحة. وكذلك ممكن يكلم النوتيفيكيشن سيرفيس، فممكن بقى نجيب ده كده شوية، وبرضو ممكن يكلم النوتيفيكيشن سيرفيس. ومن خلال النوتيفيكيشن سيرفيس ممكن بقى هنا نعمل حاجه من اتنين. ممكن نقول مثلا ان النوتيفيكيشن سيرفيس دي هي عباره عن وركرز بتقوم تقرا مثلا من كيو وبتبدا تكلم النوتيفيكيشن الايميل السيمبل ايميل سيرفيس اللي عندنا اللي هو في امازون. او ممكن نكتب على الارو ان انا والله هسند مثلا ايفنت، الايفنت دوت بريزرفيشن كرييتد ثرو كافكا توبيك، واكتب اسم التوبيك بتاع كافكا على السهم ده. على حسب بقى احنا مزاجنا عامل ازاي. ممكن نحط السيمبل كيو بتاعنا اللي هو الشكل الاسطواني العادي جدا، فبين والله ان انا بستعمل هنا كافكا ودوت هيبقى اسم التوبيك. او ممكن حتى اسهل الموضوع جدا واخليه من خلال السهم، واقول والله انا هنا هسند ايفنت فور كرييتد مثلا، او اي ريزرفيشن موديفيكيشن بقى، سند ايفنت فور ريزرفيشن ابديتس مثلا يوزنج كافكا. خلينا بقى نعمل كده مثلا كافكا توبيك، وحط اسم التوبيك مثلا بلا بلا بلا. فايا يكن الانوتيشن اللي هتتبعوه، ممكن نحط الشكل الاسطواني بتاعنا اللي هو بيمثل الكيو، ونقول والله ان انا هبوش مسج في الكيو ديت، وساعتها النوتيفيكيشن سيرفيس هتستقبل من الكيو ده، او نعملها بالشكل ده عادي جدا. فانا كده الفلو بتاعي بقى واضح. انا عندي والله الاي بي اي جيت واي بياخد الريكوستات من كل حاجه، ويبدا يفورورد الريكوست في الاتجاهات اللي انا عايزها. انا عندي هنا بورتال باك اند، وعندي ريزرفيشن باك اند، وممكن برضو يبقى عندي مثلا الباك اوفيس باك اند، عشان يبقى عندي كل حاجه منفصله وسيبريت، وكل واحد من دول ليه الداتابيز الخاصه بيها. طبعا خلينا نحط دول بس على جنب كده شويه، لا اكثر ولا اقل، ان انا يبقى عندي ايه السهم واضح هنا. انا طبعا عامل حاجه عشوائيه جدا، بس ده ممكن يبقى شكله انضف بكتير. خلينا نحط ده هنا، واحنا مش محتاجين السهم ده، احنا ممكن ناخد بقى من هنا نقول ان ده بيريد ويرايت في الداتابيز. وطبعا الداتابيز بقى ممكن هنا احدد التكنولوجي بتاعتها سواء كانت بوست جريس او ماي سيكوال. فممكن مثلا نقول والله ان انا عندي هنا مثلا ماي سيكوال داتابيز. فانا كده زي ما اتفقنا عندي الاي بي اي جيت واي هيبدا يتكلم مع البورتال باك اند، وهيبدا يتكلم مع الباك اوفيس. خلينا نشيل الحاجات دي مش محتاجينها دلوقتي، ونحطهم هنا كتو سيرفيسز، ونخلي ده مثلا تحت كده لان دوت المين بتاعي. ونحط الداتابيز بتاعته، ونبدا نخلي دول بشكل افضل كده، وكذلك نعمل الاسهم دي بشكل الطف. ممكن بقى كده خلينا نعمله كده، ونطلع ده فوق، ونعمل ده هنا، ونخلي برضو السهم ده كده.
طبعا الكلام هيبقى داخل في بعضه ومش واضح، فخلينا ايه نبدأ نحددهم كده. طيب انا كده مرة تانية عندي كاستمر بتاعي بيستعمل الويب ابلكيشن او بيستعمل سنجل بيج ابلكيشن او موبايل ابلكيشن، كل ده او سواء عندي بروبرتي اونر او كاستمر سبورت، كلهم بيروحوا في الاخر يوصلوا للاي بي اي جيت واي اللي هو بيبدأ يفورورد او يعمل عملية فوروردنج للريكوست دي كلها، ويبدأ يشوف هيروح لانهي سيرفيس عندي. فوالله لو راح للريزرفيشن باك اند سيستم هبدأ بقى احدد الفلو الطبيعي بتاعي ان انا هديبند على الانفنتوري سيرفيس عشان اتشيك ان انا عندي اصلا الاوتيل عنده اوض ولا لا. هبدا اشوف البيمنت سيرفيس اللي بالمناسبه ممكن بقى دلوقتي نبدا نحط التو سيكشن دول، ناخدهم كوبي كده وبيست. يبقى انا عندي البيمنت سيرفيس طبعا، البيمنت سيستم البيمنت سيرفيس بتاعتي هتكلم البيمنت بروفايدر، فانا ممكن بقى نحطها هنا. وكذلك النوتيفيكيشن سيرفيس بعد ما استقبلت الكلام من الكافكا توبيك ممكن بقى تروح دلوقتي، احنا الكلام ده محتاجينه يبقى واضح شويه، فممكن نحط والله النوتيفيكيشن سيرفيس هنا ونقول والله نوتيفيكيشن سيرفيس هتبدا تبعت للكلاود بيزد سيرفيس الاي سي اس اللي هي على امازون، وبعد كده ده هيبعت للكاستمر. فده حاجه كده بسيطه، بس انتوا فهمتوا كده الصوره بقت عامله ازاي. الكلام ده طبعا سهل جدا يبقى شكله انضف بسبب الاسهم، ممكن نعدلها والديسكريبشن اللي هيبقى عليها، بس الصوره بقت واضحه. انا هنا عندي سيستم كونتكست دايجرام، شايفين قد ايه الصوره دي بسيطه جدا، الصوره اللي على الشمال دي بسيطه جدا مقارنه بكميه التفاصيل اللي موجوده في الصوره اللي على اليمين. فطبعا الصوره اللي هي بتاعه الكونتينر دايجرام دوت اي حد نون تكنيكال مش هيفهمها، هي مخصصه للناس التكنيكال بس. وعلى النقيض الصوره اللي على الشمال اي حد تكنيكال او نون تكنيكال سهل انه يفهمها. فزي ما احنا شايفين الموضوع شبه جوجل مابس، كل ما بتزوم ان كل ما بتدخل في مستوى تفاصيل اكتر. ومع ذلك الكونتينر دايجرام مع اللي احنا عاملينه ده يعتبر هاي ليفل ديتيلز، احنا ما دخلناش لسه جوه كل كومبوننت من ديت مثلا من الباك اند مثلا وشفنا متقسمه من جوه ازاي، الموديولز عباره عن ايه، الكنترولرز عباره عن ايه، الحاجات دي كلها لو ليفل ديتيلز انا ماليش دعوه بيها، انا هنا بعمل هاي ليفل ديتيل. فزي ما احنا شايفين مع بعض انا كده عملت زوم ان في الكونتينر دايجرام، شرحت بالنسبه لي السيستمز بتاعتي، شرحت ايه هي الاكسترنال سيستم، عملت زوم ان بس على البلاتفورم بتاعي اللي هو الاوتل ريزرفيشن بلاتفورم، وشفنا من جوه ممكن يبقى عامل ازاي. طبعا انا اخدت الحاجات دي كلها كوبي وبيست ما وضحتهاش، بس هيبقى حلو جدا لو انا قعدت ايدنتيفاي كل التكنولوجي اللي موجوده وكل واحده من دول الديسكريبشن بتاعها. وطبعا في الشركات احنا بنهتم بالحاجات دي جدا، ان يكون التكنولوجي واضحه وديسكريبشن فعلا بيوضح الكومبوننت ديت او الكونتينر ده بمعنى اصح بيمثل ايه. وكمان مره باكد على النقطه دي، الاسهم لازم يبقى عليها انوتيشن بتوضح ايه اللي بيحصل. فانا هنا مثلا لو بعمل اي بي اي كول او بعمل نتورك كول يفضل ان انا اكون موضح انا بستعمل ايه بالظبط. كمان برضو هتلاحظوا حاجه، انا هنا اغلب الاي بي اي كولز بيكون رايح وجاي، مش بيكون بس رايح، بس احنا بنبسط الدنيا في السي 4 موديل، بنخليه بنخليه سهم واحد بس، لان من متعارف ان انا هبعت ريكوست اكيد مستني الريسبونس يجي لي. لو حاجه بتتعمل بشكل اي سينك مثلا او حاجه عايز افرق مثلا في الموديل بتاعي ما بين الاي سينك والسينك، ممكن والله خلاص اخلي الداش لاين دوت مثلا سوليد لاين، واخلي الداش لاين انا عارف ان انا همثله ان هو يبقى اي سينك، واكتب دوت مثلا عندي في الليجندز عندي ان والله الداش لاين بيمثل لي هو كول اسينكرونس انا مش محتاج استنى الريسبونس، والسوليد لاين بيمثل هنا ان انا عارف ان السهم ده معناه ريكوست ريسبونس رجع تاني. فاحنا بنبسط الدنيا على قد ما نقدر بشكل يوحد المفهوم للجميع وبشكل سهل لاي حد يستوعبه. طبعا احنا مش هندخل في الكومبوننت ديجرام، انا بس كنت بوريكم الصوره كامله، فاحنا ممكن نشيل بقى الجزء ده. وشركات كتير بس بتتبع اول نهجين ان انا اركز على الفيري هاي ليفل ديتيل اللي هو السيستم كونتكست، والكونتينر دياجرام اللي بيكون فيه الهاي ليفل ديتيلز. والامبلمنتيشن ديتيلز ديت بتكون راجعه للتيم شويه ان هو يبدا يشوف بقى الكومبوننت بتاعه او الموديول بتاعه هيبقى عامل ازاي. فده باختصار السي 4 موديل. عايزكم تبداوا تجربوا دوت، مثلا خدوا اي سيستم عندكم في الشركه دلوقتي مثلا على سبيل المثال وابداوا طبقوا السي 4 موديل بينكم وبين نفسكم وشوفوا الفرق هيكون عامل ازاي. شوفوا سيستم ديزاين اوريدي موجود عندكم في الشركه، السيستم شغالين عليه، وابداوا حولوه بالكامل للسي 4 موديل، وشوفوا بعد ما تحولوه بالسي 4 موديل هيبقى النتيجه عامله ازاي، واللي متاكد منه انكم هتنبهروا بالنتيجه النهائيه. ده كان مثال بسيط جدا عشان يوضح فكره السي 4 موديل، ولا مجال للشك ان دوت ملوش اي علاقه بالسيستم ديزاين. احنا عمالين نعمل حاجات عشوائيه مع بعض بمثال فيري نايف. طبعا مفيش اي ريكويرمنتس حطيناها، طبعا مفيش اي
حاجة حطيناها، إحنا بس إيه بنلعب مع بعض وبنشوف الC4 موديل ممكن يبقى شكله عامل إزاي. وبكده إحنا شُفنا مع بعض الarchitecture diagrams قبل الC4 موديل بتكون عاملة إزاي، والarchitecture diagram مع الC4 موديل بتكون عاملة إزاي. الC4 موديل بقى دلوقتي الstandard في معظم الشركات، وده لإن زي ما شُفنا مع بعض أقدر دلوقتي أشرح الsoftware systems اللي بابنيها بمستوى مختلف من التفاصيل وبطريقة سهلة. وبكده نكون اتكلمنا عن الC4 موديل وشُفنا مع بعض الهدف بتاعه، مميزاته، وكمان مثال تطبيقي عليه. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.